على هذه العبارات استيقظ هذا الصباح مواطنو ولاية العيون التي ضمت صوتها إلى باقي ولايات ومؤسسات الوطن بهبة تضامنية مع أبطال وبطلات الانتفاضة والأسرى المدنيين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية، ولكن أيضا مع الجماهير الصحراوية المرابطة أمام ثغرة القرقرات غير الشرعية. جماهير وسلطات ولاية العيون قررت على أنه تضامنا وتآزرا مع هذا اللي يقوم به من جماهيرنا في الأراضي المحتلة وفي الأراضي المحررة على أن نعدل هذه الوقفة. المراد منها هو إيصال للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي وعليه، فهذا نداؤنا لهذا المجتمع لكي يتحمل مسؤوليته التاريخية، وإلا فنحن الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والذهب لن نتحمل أي مسؤولية في تداعيات وما قد يجري أو ينجر عن هذه التدهور للوضع العام. فعليه ننبه المجتمع الدولي بأن الشعب الصحراوي لن يبقى أبدا أيديه مكتوف. نفاذ صبر هؤلاء وتذمرهم وفقدان ثقتهم بالمنتظم الدولي أسباب ومعها الكثير والكثير، حتى بلغ بهم السيل الزبا مما جعلهم يشحذون الهمم وينتفضون شبابا وشيبا نساء وأطفال. لا بديل عن تقرير المصير. بهذه العبارة نبدأ تضامني اليوم أنا وكافة هذه المناضلات والمناضلين اللي جاءوا من كل فيش عميق. إن دل هذا على شيء إنما يدل على تكاتف وتلاحم الشعب الصحراوي رغم المآسي، رغم الصعوبات، رغم يعني كل المضايقات، فنحن الشعب لا يموت. من هنا من ولاية العيون نعلن تضامننا مع المعتقلين ومع المساجين السياسيين، ونعلن تضامننا مع المرابطين في ثغرة القرقرات، وتحية إجلال وإكبار المقاتلين جيش تحرير الشعب الصحراوي حامي حماة الوطن. من قلب ولاية العيون مسيرات شعبية بعدما جابت كل أطراف الولاية، وبدوائرها الست اجتمعت بساحة 8 ماي لتعلن للعالم بوقفتها هاته أنه لا استقرار ولا سلام مع المحتل المغربيين اليوم وغدا ما دام يمارس مناوراته وابتزازاته ومن ورائه حارسه الشخصي بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وعرابته فرنسا. فبدلا من أن تكون المينورسو وللأسف الشديد جزءا من الحل أصبحت ها هنا طرفا في المشكل. ورانا أرضنا مالنا مخلين من هشبر يسوى هو شنو للغزو المغربي بها اللي ما هيلو ولا هيلو ولا البيو ولا الخيو ولا هيلو وارضنا ولا ينزعوها حبا كريها والقرقرات لا تم مقفولة ولا تانا راقدين ولا تانا قاعدين ولا تانا عن أرضنا. كافي من اللجوء، كافي من المعاناة، وكافي من الصبر، والأمة المتحدة نحملها المسؤولية ونحمل ورائها إسبانيا اللي حتنفذها كامل. ورانا واقفين وقفة رجل واحد. أنا اليوم نحيوا القرقرات ونحيوا مقاتلين جيش التحرير الشعب الصحراوي ونحيوا مناطقنا في المناطق المحتلة، واليوم رانا متضامنين معاهم في السراء والضراء. ولاية العيون اليوم راهي قائمة هبة عظيمة اللي هي متضامنة مع المناطق ومتضامنة مع القرقرات. لا تقتلني يا مولزات، ما شفت الراية مرشوقة في المدن اللي محتلات قوات عدونا مصيوقة. كلمات ورسائل المشاركين في الوقفة التضامنية صبت كلها حول تقاعس المنتظم الدولي وتخليه عن القضية الصحراوية، ولكن للكلمة الموزونة حضورا دائما، وكبمثل هكذا ملتقيات يبجل جيش التحرير الشعبي الصحراوي كما يعري زيف بضاعة المحتل الرخيصة. والعاد المليك وحلو حلب وريطة فمقون شباك الوحدة بلا حل. شعب الصحراء وقف القرون عند القرقرات ورتل شعارات النصر المضمون. قايس مستقبل عن تل نفصل من كميون لكميون، وش قايس شلح بلا محل من الإعراب أخباره من هون. والعاد المليك وحل والعاد المليك وحلو حلب وريطة فمقون شباك الوحدة بلا حل. شعب الصحراء وقف القرون عند القرقرات ورتل شعارات النصر المضمون. زين حتى نصرة وقوف رايات النصر القرقرات
في القرقرات اللي محلوف عليه اليوم القرقرات. مناضل تابع للتنظيم يعرف يم التنظيم مطميم عليه النضال العظيم. رافد هم المناضلات يدقدق جدار التعتيم بالرايات وبالشعارات. يقيس القرقرات بتصميم، يقيس القرقرات بتصميم، يقلق مجموع الثقرات بالحنكة والعقل السليم اللي بيه الناس استهداف. خط الجبهة يا حد قشيم وهاي تشوف المنجزات. تطبيق مخطط السلام الأممي مطلب نادى به جماهير ولاية العيون شريطة إجراء استفتاء يقرر من خلاله الشعب الصحراوي مصيره بحرية ونزاهة. فهنيئا لمواطني ولاية العيون ومن خلالهم لكل الصحراويين على وقفاتهم النضالية المتضامنة مع الجماهير الصحراوية الواقعة على التماس مباشرة مع قوات الاحتلال المغربي.